بسببك انت يا معزة خلاص هيتقبض عليا. كشفتي سري. تخيل كده معايا واحدة كلمة شيطانة دي قليلة عليها من كتر المحرمات اللي عملتها، شايفة ان هي ذكية اكتر من اي حد، وان كل ما بتخطط لحاجة وكل شيء مدروس ومحدش يقدر يكشفه. بس صدقوا ان في حاجة تافهة هي اللي خلتها في النهاية ووصلتها لحد المشنقة، وهي كانت معزة. ايوه زي ما سمعتوا كده. تعالى اكلمكم في حلقتنا النهاردة عن احداث القصة كلها كاملة، لكن مش قبل ما نصلي على الحبيب المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام تحت في التعليقات. احداث القصة دي حصلت في احدى الدول العربية، وعملت وقتها ضجة كبيرة جدا في حدوثها من غرابة احداثها وبشاعة الزوجة. طيب في الاول كده تعالى اكلمكم على الزوج المخدوع. اساس واصل الحكاية دي شاب في منتصف العشرينات، بالنسبة لوالدته كان كل حاجة في حياتها، رغم ان كان عندها بنت اخته، بس برضو ده كان يعتبر روحها. كانت بتخاف عليه من اي حاجة وكل حاجة، لدرجة انها ما كانتش اصلا عايزاه يتجوز واحدة تيجي تاخد مكانها، تاخد منها الحب اللي هو يعني تاخد منها الحب والمعزة اللي هي اديتهوله. هم أسرة غنية جدا جدا، وعندهم أملاك كتير وورث كبير من أبوه. الشخص ده كان انطوائي بمعنى الكلمة، ومش اجتماعي أبدا، وما يعرفش حتى يتعامل مع الغريب، وبيفشل في تكوين العلاقات وتكوين الصحاب. صحابه محدودين جدا، يكاد يكونوا حتى معدومين. بدأت حياته بعد كده يا جماعة تتغير 180 درجة. طب ازاي؟ في يوم كان قاعد زي عادته في الكافيه، بس المرة دي عدت بنت لفتت نظره. بنت كانت جميلة جدا. فالبنت دي وهي قاعدة فضلت تبص عليه، لا وكمان ايه، لما بصلها ابتسمت له وضحكت له. ايه ده اللي هو ازاي اخيرا حد سأل فيا وعبرني، ده الموضوع بقى خلاص على كده. تخيلوا كمان الموضوع فعلا ما خلصش على كده، ده البنت بنفسها قامت نادت عليه وراح هو قاعد معاها. تخيلوا، وده طبعا كان بالنسبة له انجاز كبير جدا. ازاي بنت يعني ايه ده، هو انا مرغوب فيا للدرجات دي وبنت تبصلي وتضحك لي وبتبتسم لي وكمان تناديلي وتشاور لي اقعد معاها؟ البنت دي طلعت اكبر منه ب3 سنين، ومش بس كده، ده يوم حتى كاتب الكتاب بعد كده يعني اللي تعرفوه هيكتشف ان هي وهو كان زوج رقم 2 في حياتها. بس هي وقتها قالت له ان الجوازة دي اصلا ما كانتش كملت، ما كانش دخلة، دي كانت خطوبة وكاتب كتاب وبعدها اتطلقت منه لأي اسباب. اصلا مش دي المشكلة يا جماعة الكبيرة، برضو المشكلة الاكبر من دي ان البنت دي كانت خارقة الذكاء، وهي اصلا ما صدقت لقت واحد بالشخصية الضعيفة دي علشان تقدر تسيطر عليه، تقدر تمشيه على مزاجها. ومن اول لقاء ما بينهم وهي فهمته كويس جدا وحفظته، وعرفت كمان انه عمره ما كلم واحدة قبل منها، وانه من السهل جدا ومن السهل خالص انها تستحوذ عليه. وده اللي كانت عاوزاه بالظبط. اهم حاجة عندها ان هو مبسوط غني عنده فلوس كتير، مبسوط وعايش في حاجة كويسة، ده كان اهم حاجة اكتر من الشخص. المهم بعد كام لقاء ما بينهم كده، واحدة طبعا بالشخصية اللي انا بحكيها لكم دي نجحت فعليا ان هي تعلقوا بيها، وحسسته ان هي حاسة بيه قوي، وان هي مقدرة مشاعره، وان احنا قد ايه شبه بعض في كل حاجة، وان هو مهما دور عمره ما هيلاقي واحدة زيها. وعلشان كده هو بقى مدلوق عليها اكتر بالشكل بقى اللي هو مبالغ فيه، وهي بقى بقت تتقل عليه على الهادي. وفضلوا على علاقة ببعض حوالي 8 شهور. كانت صبرة عليه علشان تعرف تقدر تتمكن منه، تقدر طبعا تتمكن منه بعد الجواز. وطبعا شخصيته دي وان اهله هم اللي مسيطرين عليه، حاولت تقنعه وتقول له ان لا امك ولا اختك يعرفوا حاجة ابدا على علاقتنا وخليها سر ما بيننا. وهو طبعا كان سمع وطاعة لكل كلامها، علشان كده العلاقة دي فضلت مطولة شوية. لا وكمان هي القائد فيها. هو كان عايز يكلمها في التليفون كل شوية، ما بقاش طبعا بيركز زي الاول في شغله، على طول باله مشغول، وبقى معتمد عليها كمان في كل حاجة في حياته، في حاجات كتير هي اللي كانت بتفكر له، هي اللي كانت بتدبر له كل حياته. لحد ما اخيرا قرر ان هو يتجرأ ويروح يفتح امه في العلاقة دي وفي الموضوع اللي ما بينهم. طبعا بالنسبة للأم المشاعر عندها كانت متلخبطة شوية، مش عارفة تفرح بشجاعته ولا تزعل على اللي جاي تاخده منها كده.
بس فجأة كل الأفكار اللي كانت في دماغها دي اتقطعت بمجرد بس لما قال لها إنه عاوز يتجوزها وإن هي أكبر منه ب3 سنين. في الوقت ده خافت عليه أكتر، ولكن طبعا لأول مرة ياخد قرار زي ده واحدة ومتمسك بيها ومصمم إن هو يتجوزها. بصراحة أخته كانت فرحانة ليه جدا، وكانت هي اللي واقفة في صفه وبتشجعه، ولولاها ما كانتش الجوازة دي أصلا هتتم. المهم خدهم وراحوا علشان يتقدموا للعروسة في بيتها، وهي فاهمة كويس ازاي تخليهم هم كمان يحبوها ويوافقوا على الجوازة دي زي ما أقنعت اللي هي ماشية معاه اللي هو هيتجوزها. بالفعل تمت الخطوبة على طول، وبعد كده بعدها بكام شهر عاشوا مع بعض في نفس البيت اتجوزت طبعا مع حماتها. فده ما كانش عاجب بقى الزوجة ولا كانت مرتاحة للوضع ده، ما كانتش عايزة تقعد كده، كانت عايزة تقعد في بيت لوحدها من غيرهم، مش عايزة حد كل شوية ينطلها يقعد في شقتها، مش عايزة بقى كل شوية ابنهم يعدي عليهم تحت يقعد معاهم شوية. ده كان بالنسبة لها تفكير أول مرحلة. ندخل بقى في المرحلة التانية اللي مخططة لها، إن هي كانت عايزة تعيش وتستقل في بيت لوحدها علشان تبعده تماما عن أهله وتسيطر عليه، ونجحت طبعا. وده من كتر الشكاوي الكتير ما بينهم، كل شوية تقول له أمك مش مرتاحة معاها، أمك عايزة تخرب علينا، ده عايزة تطلقنا، وتقول نفس الكلام كمان على مين؟ على أخته. وبتيجي تشوف أخبارنا عشان تنقلها أول بأول تحت وعشان توقع ما بيننا، وإحنا مش هنعرف نعيش حياتنا كده، ده حتى مش عارفين نخرج في حتة لوحدنا، ده مفيش خصوصية خالص، انت شايف بقى بيعاملوك ازاي، ده طول الوقت بيعاملوك زي الطفل. طبعا هو اقتنع بكلامها، واحدة واحدة ابتدى يقتنع، وخصوصا لما عرفت ان كان حلمه ونفسه من ايام ما كان صغير ان يكون عنده بيت فيه مزرعة فيها حيوانات. كان طول عمره بيحلم بالحلم ده. فضلت تكبرها في دماغه وان هي مش هتقدر تعمل كده طول ما هي عايشة في البيت ده، وفضلت وراه لحد ما خرج وأقنعته وبقوا أخيرا لوحدهم في بيت كبير بالمزرعة. كان طبيعي جدا إن والدته وأخته يجوا لزيارة، بس هي برضو ما سكتتش، ما عجبهاش، منعتهم من يدخلوا البيت، وفضلت لهم معلش يا جماعة أنا حابة أنا وجوزي نكون لوحدنا، ده لما بيجي يخلص شغله ما بصدق أقعد معاه لوحدي، تقوم انتوا تيجوا؟ لا يا ريت ما تجوش وهو موجود. وكمان اما كانوا بيجوا يزوروها وهو مش موجود كانت بتقفل معاهم وما كانتش بتقابلهم، وكانت بتقول لجوزها انا طول الوقت انا مش مرتاحه، هم جايين يعملوا ايه، ده بيجوا يبهدلوني ويهنوني وانا كده بالمنظر ده انا ماليش راجل اتحمى فيه، ماليش راجل يجيب لي حقي ولا يدافع عني ولا ايه. وبعد ما نجحت معاه في كل المراحل اللي انا حكيتها لكم دي، قدرت ان هي تقنعه انه يعمل لها توكيل تتنازل بيه عن كل املاكه ليها هي علشان تقدر تتصرف لو حصل له اي حاجة. كل ده كوم واللي جاي كوم تاني. اقول لكم بقى، هي كانت بتعمل كل ده بنوايا خبيثة، وبدأت تظهر اولا وجوزها في يوم يا جماعة كان داخل المزرعة بتاعته واللي فيها حيوانات بارقام كبيرة لانه صرف عليهم جدا. مرة دخل يبص على الحيوانات بتاعته اللي هي بارقام كبيرة ما لقاهاش، طبعا اتخض واتصدم وراح سأل مراته بسرعة، قالت له معرفش، شوف يمكن حد سرقهم، ومين ممكن يعمل حاجة زي كده. المشكلة يا جماعة ان في نفس التوقيت ده امه كانت بتكلمه بتقوله الحقني اختك خرجت من الصبح ومعرفش عنها اي حاجة لحد دلوقتي وما رجعتش، وكل ما بكلمها على تليفونها مغلق. تقوم بقى مراته تعمل ايه؟ تقول له بص انا كده فهمت كويس، انا فهمت مين اللي خد الحاجة دي، اكيد اختك. اشمعنى اختك كانت مكلماني امبارح وفضلت تجرجرني في الكلام لحد ما عرفت اننا مش موجودين النهاردة، تلاقيها هي اللي جت سرقتهم وراحت باعتهم وخدت فلوسهم وهربت. هو كان نفسه اللي يكون سرق حاجاته دي اي حرامي تاني، بس الا اخته اللي تكون عملت فيه كده. المشكلة اللي ما كانش فيه اي كاميرات تبين اي حاجة. هو بقى بدل ما ينزل يدور على اخته، لا نزل يدور على الحيوانات اللي اتسرقت منه، وعرف ان هم ما اتسرقوش وانهم كانوا متسربين كلهم في الشارع، فبدأ يدور عليهم ويحاول يجمعهم كلهم. فبعد فترة قريبة من اختفاء اخته الغامض ده يجي هو كمان الدور عليه ويختفي. الله، هو في ايه؟ تيجي الام بقى تروح لنفس الضابط الشرطة اللي بلغته في الاول باختفاء بنتها، قالت له الحقني انا كمان ابني اختفى وانا شاكه ان مراته هي اللي عملت كده. فيطلع ضابط الشرطة لبيت طبعا الراجل اللي اختفى ويفتشه. لما في المزرعة شاف ان في حاجة خلته يحس ان خلاص
قدر يقرب قوي من حل اللغز ده. طب شاف ايه؟ شاف معزة موجودة وسطهم، وكانت المعزة دي كان موجود عليها كام نقطة دم. ولما سأل الزوجة ارتبكت جدا، قالت يمكن متعورة ولا حاجة، ما انا مش عارفة الحيوانات دي ايه. يقوم بقى الضابط يعمل ايه؟ ياخد عينة من الدم اللي موجودة على المعزة ويحللها، ويعرف في النهاية انه فعلا دم الشاب اللي اختفى. فضلوا بعد كده يضغطوا عليها لحد ما اعترفت بكل حاجة. قالت ان هي فعلا اتجوزته علشان طمعانة في فلوسه، وان هي كانت مخططة لحاجات كتير. وبعد ما معاها خلاص توكيل منه بكل املاكه، خافت من اخته، لان دي الوحيدة اللي ممكن تدور وراها، وكمان اللي ممكن تأذيها. فعلشان كده خططت ان هي تخلص منها وتقتلها. كلمتها في التليفون واستدرجتها وقالت لها تعالي لي البيت، انا عاوزاكي ضروري، بس يا ريت ما تعرفيش اي حد انك جايالي. وبعد ما راحت ليها خدرتها بمنوم، وبعدها قتلتها ودفنتها جوه المزرعه. فاللي يقتل مره يقتل التانيه، والشيطان عماها وخلاها تفكر ليه تخلص كمان من جوزها. بس المره دي قالت ان انا لا محتاجه اخرج الحيوانات ولا حاجه علشان محدش يشك فيا. بس ما كانش تتخيل ابدا ان معزه هي اللي تكشفها. بس نرجع ونقول ان ربنا ده عدل وقادر يكشف اي حد حتى لو على اتفه الاسباب.